دائريه. عمر المساوي كره دائريه دي محاوله الهدف الاول لفائده المغرب الفاسي، والمسجل هو اشرف بن شرقي. المسجل هو اشرف بن شرقي، اذا يتمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده فريق المغرب الفاسي. قلت بانه عمر الفاوي سيحاول ان يلعب الكره دائريه، كنقول بانه كان خروج يعني خاطئ وغير موفق للحارس الشاب هشام المجهد، وبالتالي الكره في الشباك مره اخرى. نتابع هذا المحاوله وهذا الهدف اللي كيجي في حدود الدقه 11. اكيد كنتابعوا الخروج الخاطئ للحارس. كتضيع الكره اشرف بن شرقي. هذه محاوله فائده فريق المغرب الفاسي. 4 ديال المهاجمين على 3 ديال المدافعين. هذه محاوله سيدي بي ابراهيم سيدي بي شنو غادي يعمل سيدي بي؟ بامكانه انه يمرر. ابراهيم سيدي بي كيسدد ابراهيم سيدي بي، هدف اقل ما يقال عنه بانه يحمل كل الوان الجمال. ابراهيم سيدي بي مراوغه كانت جميله وكيوضع الكره في شباك الحارس هشام المجهد، وبالتالي يضيف الهدف الثاني لفائده فريق المغرب الفاسي. هدف جميل لفائده فريق المغرب الفاسي لسيدي بي. يعني كان مرتد هجومي خاطف. ابراهيم سيدي بي خدا الوقت ديالو بانه راوغ. لاحظوا مره اخرى ابراهيم سيدي بي كان امامه يعني كانت مواجهه غينيه ماليه، واللاعب المالي يضع الكره بهذه الطريقه وبهذه الجماليه، وهشام المجهد يعني تابع الكره فقط بالاعين ديالو. لاحظوا مره اخرى مراوغه جميله ديال سيدي بي، بالتالي كنقول بانه ركن الكره في الجهه اليمنى. ولاحظوا الفرحه الكبيره ديال الطاقم التقني وكذلك اللاعبين ديال فريق المغرب الفاسي. 2-0 لفائده فريق المغرب الفاسي. ودينيس لافان كنقول بانه حتى الان كان محق انه يعني ما يقومش بتغييرات.